صباح الخير يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا كويسين وبخير. النهارده فلوج من ابو جد، صور لكم كواليس اليوم كله لحد ما انام. انا بعيش النهارده يوم من ايام ثانويه عامه علشان انا عندي امتحانات، فلظروف ما معرفتش اذاكر كويس امبارح، اضطريت ان انا اشقلب يومي زي ما كنت بعمل في ثانويه عامه، واصحى الساعه 12 بالليل واذاكر من الساعه 12 بالليل واروح الكليه. الايام بتاعت ثانويه عامه كنت بذاكر واروح الدروس، دلوقتي كنت بذاكر وبعد كده هروح الكليه. طبعا انا متاخره والماده يعني ما ذاكرتهاش كويس، هي كيمستري وفيها جزء عضويه، ده اكبر جزء فيها، ولحسن حظي الحمد لله يعني ان انا كنت مذاكراها كويس وانا في ثانويه عامه. فلما جيت سمعت الفيديوهات وذاكرتها وسمعت المحاضرات والكلام ده كله، قدرت ان انا المها الحمد لله، بس في اجزاء بسيطه هراجع عليها وانا في الطريق، فيلا بينا. شنطتنا الجميله جاهزه وهي طبعا المنظر رائع زي ما انتم شايفين، والعصافير تزقزق. الاجواء دي يا جماعه بتفكرني بلما كنت في ثانويه عامه. كنت بنزل في الوقت ده وكنت بقعد استنشق في الهواء كده. طبعا طبيعي كنت بذاكر من بالليل وانزل، المكافاه بتاعتي ان انا بنزل الدروس بقى، فكنت بلبس وانزل وامشي كده في الجو ده، بكون خلاص بقى دي المكافاه بتاعتي، فكنت بقعد استنشق في الهواء. وبما اني بتكلم معاكم بقى النهارده، اول ما تنزلوا من البيت قولوا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله 3 مرات، عشان انا متعوده على كده. وانا دلوقتي متاخره مضطره اطير علشان الحق اوصل لحد سيبا صاحبتي السورية. سيبا مذاكرة ولا مش مذاكرة؟ لا مش مذاكرة. طب هتعملي ايه في الامتحان؟ ذاكرتي الاسعافات؟ هو قريت اول سطرين. برافو عليك. سيبا صاحبتي الفاشلة قاعدة لحد الساعة 4 الفجر ما بتعملش اي حاجة. انا لسه مش نايمة، انا قاعدة على الموبايل. قاعدة على الموبايل. ما تحطيش اسمي عشان ما تفضحي. اختبارات المواد، واحنا رايحين عند مبنى الاختبارات الالكترونيه عشان نمتحن. رايحين عند مكتب او مودينا اخر الدنيا، واحنا اصلا كليتنا بعيده عن المكان ده بكتير. وهذا هو مبنى الجامعه. هنا الناس كلها بتعمل تيك توك. ايوه. واحنا هنروح نمتحن هناك وكليتنا بعيده قوي عن هنا. هذا هو مبنى الامتحانات. ودي صاحبتنا رغد الفلسطينيه. اهلا وسهلا يا جماعه، تشرفني. انت جبتي الكاميرا في بقي. من المكان مبنى الجامعه هناك. نحن الان امام بوابه الاختبارات. منة الله امام مبنى الاختبارات الالكترونيه. انا شفت برتقالي عرفت انهم منا، والله مش عارفه. شفتي؟ دي رغد دحيحه. شايفين مذاكره؟ دي عضويه. ذاكروا يا جماعه العضويه عشان لما تدخلوا طب اسنان تحلوها بسرعه وتفتكروها بسرعه. لا في دحه هنا اهو. برافو. يا جماعه يا رب ما يروح. لا هنا في دحه كمان. برافو. سوق تعالي اقعدي جنبي غششيني عشان انت شاطره. احنا بننصح الناس دلوقتي. هاي ايوش، هي جايه كيف المعنويات؟ اخبرينا ما هي المعنويات؟ هل هي عاليه ام واطيه؟ مرحبا. ايه المعنويات؟ كيف المعنويات؟ كده بدل ما ديسلايك. مش فاكره برضه. بتبدا الماده الساعه 4 الفجر وبتيجي ما شاء الله ما شاء الله. الله اكبر. ما فتحتهاش خالص. اقسم بالله ما فتحتها. لا والله بدأتها 4 ونمت وصحيت الساعة 8:30. يعني استنى روان. اللهم بارك يا جدعان. هنشوف ما شاء الله ما شاء الله. ايه بلس كلهم يا جماعه، تقدير ايه بلس كلهم. ولا مش نايمه؟ ما نمتش. لا احنا بننصح الناس ما يطبقوش قبل الامتحان. طيب طبقوا طبعا. رغد طبقه ولا مش مطبقه؟ طباق للاسف. بس الأسئلة اللي بتسألني روان أيوه إيه. مذاكره ولا مش مذاكره؟ يعني والله على حسب. كدابة. استنوا الامتياز. شربة شاي. ساعتين جد وكوبايتين شاي. ساعتين شاي وكوباية جد. ايوه. مطبقه ولا مش مطبقه؟ لا نايمة بصراحة. روان بدأت المنهج الساعة 4 الفجر ونامت وصحيت واستنوا الامتياز. لا بس بجد قولوا حقيقي يا جماعة، في الجامعة مش عادي ان احنا نروح الامتحان. ساعتين يعتبر ان هم نمنا صح؟ عادي. بنجيب امتياز في الاخر صح؟ انت بتجيبي امتياز. يعني احنا مذاكرين. انا جد مش عادي يعني صراحة مش بعيدة. خلاني استنى روان الترم ده في الامتياز.
وصلنا عند الامتحان، ربنا يستر بقى، استنوني بعد الامتحان. ايه فعاليات الامتحان؟ ورغد بجد الامتحان صعب قوي والامتحان وحش، بس الجو حلو عادي. بجد الامتحان صعب قوي بس احنا يعني الحمد لله. ايه قولي، عايزه الارض ايه؟ مش اضواء الشهور. انا عايزه ايه؟ عايزة انام. الدفعه كلها طالعه معيطه. بصي شكل السما فوق عامل ازاي. اديهم نصيحه يا هدى. انا استني، انا اديهم نصيحه دلوقتي. اهربوا ما تدخلوا ثانوية عامة. انا هديهم نصيحه انهم يذاكروا عضويه كويس عشان لما يخشوا. هدى قولي لهم اهربوا ما تدخلوا ثانوية عامة. ليه ما تدخلوش اسنان؟ لا هو كل حاجة صعبة. ماشي. دلوقتي احنا جينا عند الكليه بعد ما خلصنا الامتحان، وهسال هدى شويه اسئله. اول حاجه هسالها لك يا هدى، دي الاول نصيحه ليهم، بعد كده هسالك الاسئله انا عايزه اسالها ايه. اول نصيحه جت في دماغي انه لازم تتقبلوا فكره الفشل، لان اول خطوه في النجاح هي تقبل الفشل. ليه بقى قلتي كده؟ علشان جات لي فتره ما كنتش بتقبل خالص الاخطاء اللي كنت بغلطها مثلا في المراجعات او في الامتحانات وكده قبل الامتحان، وكنت فاكره ان ده مقياس اللي انا هعمله في الامتحان، بس في الاخر عرفت ان الاخطاء دي في مصلحتي وهي كانت السبب ان انا ما غلطتش كده في الامتحان. ايه اكتر حاجه يا هدى عملتيها في ثالثه ثانوي فرقت معاكي؟ التركيز على الهدف. انا كنت حاطه هدف قدامي مركزه عليه، ومش مركزه ايه اللي هيحصل بعد كده، لان انا مركزه على الهدف اللي قدامي اللي انا اقدر اعمله دلوقتي. وده كان طبعا ان انا بستعين بربنا كتير، وكنت بصراحه يعني الحمد لله كانت الفتره دي دايما مرتبطه عندي ان انا كنت مقربه من ربنا قوي، يعني محافظه على عامله ورد معين. وحاجه كمان يا جماعه بجد الاستغفار سبب في ان يغير لك حياتك. لو في ناس ان شاء الله يعني السنه الجايه هيدخلوا بشري، دي بشري هناك، دي المشرحه بتاعت بشري، الحاجات اللي معموله عند السور بتاع بشري. وانا دلوقتي يا جماعه روحت وخلاص، حرفيا وضعي لا يرثى له، يعني كده تعبت خالص. الامتحان النهارده كان رخم شويه، والدكتور كان جايب الامتحان صعب، وكلنا يعني طلعنا زعلانين من الامتحان، بس الحمد لله يوم وعدى وانا خلاص كده يعني جبت اخري، فهدخل انام. اليوم النهارده كنت حاسه ان انا يعني قضيت يوم من ايام ثانويه عامه تاني، من ناحيه ان انا ذاكرت بالليل وبعد كده صحيت نزلت الجامعه، كنت اول بنزل الدروس، وكان يومي بينتهي زي دلوقتي، وبدخل انام واصحى على الفطار. فانا دلوقتي هدخل انام واصحى على الفطار بس كده، وان شاء الله استنوا فيديو جاي هتكلم فيه مع صحابي بقى واخليهم يقولوا لكم نصايح، انزل لكم على المنتدى تسالوني اسئله اسالها لهم المره الجايه ان شاء الله، بس مش دلوقتي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو عجبتكم الفكره قولوا في الكومنتس تحت. بس كده، باي باي.